السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في وصفات نزهة يوسف. ملي كنشوفوا البرد كنتفكروا اللوبيا هي اللي كتنفعنا، كتجي لذيذة بزاف. انا الصراحة ما عمري جربتها معكم في القناة، غادي نحضرها معكم بطريقة سهلة وبسيطة. وبالنسبة للبنات المبتدئات، انا هنايا عندي اللوبيا اللي دايرها في المجمد. يعني انا رطبتها شحال هذه. آمم، المهم كنشري واحد الكمية اللي كتكون كتيرة، وكنفزّكها، كنغسلها مزيان وكنخليها تبات ليلة كاملة حتى كترطب ليا مزيان. كنعاود نسقطرها ونشفها ونديرها في البلاستيكات وكندخلها المجمد، كتبقى مدة طويلة حتى العام، حتى العامين ما كيوقع ليها حتى شي حاجة. يعني كتبقى مزيانة. جربوا هاد الطريقة راه كتجي زوينة بزاف. ملي كنبغيها كنجبدها مباشرة نديرها في الكوكوط صافي وكنبدا نطيب بها. انا هنا غنحضرها غادي نرافق معاها الكرشه. كانت عندي واحد الكميه اللي قليله، من بعد ما درت تقليه حيدت منها واحد شويه، والنهار اللي غندير اللوبيا غنجبدها صافي. قطعتها، من بعد ما قطعتها كنديرها في الكوكوط. ندير واحد الحبه ديال البصله اللي كتكون مقطعه رقيقه، وحبه ديال المطيشه اللي كتكون حتى هي مقطعه رقيقه. بالنسبه ليكم هنا لا بغيتو تحكوهم بالحكاكه الغليظه حكوهم. صافي كنديروا الربيع. بالنسبه للربيع يبان لكم اللون مغير لانني كنت دايراه في الفريغو، تعطلت عليه واحد شويه، داكشي علاش اللون ديالو تغير. غادي نضيف واحد 3 الفصوص ديال الثومه اللي غنقطعهم حتى هما قطع رقيقه. وغادي نضيف العطريه يعني او التوابل العطريه اللي عندي الخرقوم، عندي البزار، ما نكثرش من البزار، ما كتبغيش هي البزار بزاف. غادي نضيف شويه ديال الملون، غادي نضيف سكينجبير، وغادي نضيف الملحه. كاين اللي كيخلي الملحه حتى الاخر، عاد يضيف عليها، عاد كيدير الملحه. انا كنضيف كلشي صراحه، يعني ما عنديش فرق، ما كاينش فرق كبير بيناتهم. كندير كلشي في دقه واحده. غير اللوبيا فاش تجيبوها ضروري تغسلوها لانها كتكون دايره، كيكونوا دايرين فيها الملحه من عندهم تما، حيت الملحه هي اللي كتخليها ما تدوش. هي والحماص والقطاني كاملين ضروري خصكم تغسلوهم. صافي هنايا من بعد كنضيف الزيت البلديه، من بعد ضفت الربيع، العطريه راها باينه، تحميره، السكينجبير، الخرقوم والبزار. هنايا غادي نضيف الكرشه ديالي تقلى. بالنسبه ليا انا هنا الكرشه عندي دغيا كطيب لانني فايته محضره بها تقليه دغيا طابت ليا. غادي نطيبها مع اللوبيا في دقه واحده. بالنسبه لكم الا كنتو اول مره غادي تحضروا بالكرشه، يعني ما عارفينش جبتوها عاد اول مره، كتخليو تمرقوا وتتسدوا على الكوكوط حتى كطيب لكم ديك الكرشه مزيان، وعاد كتضيفوا اللوبيا. اما الا كانت عاوتاني اللوبيا كتهز لكم الطياب فضيفوهم بجوج في دقه واحده، وهكذا غادي تحصلوا على النتيجه مزيانه. انا هنايا عندي اللوبيا دغيا حتى هي كطيب لانني فايته مجرباها، وكذلك الكرشه غادي نسد عليهم في دقه واحده وغادي يطيبوا ليا. بالنسبه لي انا هنا كنستعمل هاد اللوبيا هذه البلديه ديك اللي كتكون صغيره، عكس هذيك اللوبيا الكبيره لانها كتجي